السلام عليكم، معاكم بشرى وشراكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم جيتكم بإن نوفيل فيديو اللي راح نشارك فيها معكم وصفة صابلي بريستيج يجي محشي بكريمة الزبدة. هاد الكريمة جديدة ومقلاصي بقلاصاج الفيريرو وتزيين عصري. نتمنى ينال إعجابكم. نبداو على بركة الله. بسم الله. أنا هنا عندي 250 غرام مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. عندي كأس ناقص أسبوع تاع سكر ناعم اللي هو سكر غلاس. عندي أيضا نصف كاس تاع النشا اللي هي لا مايزينا، وعندي 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو وملعقة صغيرة تاع لافاني. أنا هنا الكاس لاني نكيل به هو الكاس تاع 250 مليلتر. عندي أيضا 3 ملاعق كبار تاع الزيت. عندي 2 حبات بيض من الحجم المتوسط، وعندي ملعقة كبيرة تاع الحليب المجفف تكون مملوءة جيدا. عندي ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، قرصة تاع الملح. وانا المول اللي حنستعمله هو هذا المول يجي مدور، سينو استعملوا المول اللي حبيتو. في ريسيبيون حندير اول حاجه لا مارغارين تاعنا كيما راكم تشوفوا راهي طريه مليح. من بعد نزيد عليها الزيت وايضا سكر غلاس. نضرب هذا الخليط جيدا بالخلاط الكهربائي، سينو تقدروا تستعملوا الفوي. انا نستعمل الخلاط الكهربائي باش يسهل عليا العمليه. من بعد ندير عليه قرصه تاع الملح، ونزيد ايضا 2 حبات تاع البيض، وندير ملعقه كبيره تاع حليب مجفف. هنا الا كان عندكم البيض الكبير ديروا حبه كامله مع صفار بيضه. نزيدو نخلطوا الخليط تاعي مليح حتى يتخلطوا كامل المكونات مع بعضهم. من بعد نروح نضيف عليه الكاكاو واللافاني. هنا من احسن نستعملوا الكاكاو اللي عنده نوعيه جيده، هذاك البني. ونزيد ندير عليه لا مايزينا. نخلطو هكا قبل ما نضربوها، نخلطوها غير شويه باش الفارينه والكاكاو، عفوا، باش الكاكاو واللافاني ما يطيروناش. نخلطوها دوكا، نخلطوها مليح حتى يتجانس كامل الخليط اللي عندي. دوكا انا هنا نتوقف، نحبس ما نديرش بالخلاط. ودوك نروح ندير الفارينه. حبيت نحسب معاكم الكيسان اللي راح نستعملهم. استعملت الكاس الاول. دوكا رايحه ندير عليه خميره الحلوى. شوفوا الملعقه تاعي مانيش حنعمرها بزاف، تجي كي شغل ممسوحه باش هكا ما يغيرناش الشكل تاع الصابلي تاعنا. نزيد شويه من الكاس الثاني ونبقى نخلط، نبدا نجمع فيها. ما نضيفوش الكيسان تاع الفرينه دفعه واحده، لانه كاين فرينه اللي تشرب كيما كاين فرينه اللي ما تشربش. لو كان نضيفوهم دفعه واحده راح نحصلوا، نبقاو نضيفو غير بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي انا حابينه. انا هنايا درت 2 كيسان، والكاس الثالث راني نضيف منه غير بشويه كيما راكم تشوفوا، باش هكا نحس بالعجينه في يدي. راني كملت الكاس الثالث، وزدت جبت الكاس الرابع درت منه نص، درت فيه نص وراني نزيد ندير فيها كيما راكم 3 كؤوس ونص تاع الفارينه. شوفوا القوام اللي حبيتو، تجي طريه بزاف تجي خفيفه، هكذا راني حابتها. دوك هنا جبت كيس بلاستيكي ورايحه نضيف العجينه غير بشويه لانه راهي طريه ومانيش حابه تيبس لي. ندير شويه فرينه فوق هذاك الكيس البلاستيكي هكا باش ما تلصقليش فيه، ونزيد عليها شويه من الفوق. من بعد نغلق عليها بالكيس هذاك، ونبدا نحل فيها بالحلال. ما نحلوش السمك تاعها يكون رقيق بزاف لانه راهي بذوق الشوكولا. من بعد كي طيب لنا رايحه تتحرق، ما تبانلناش اسكو طابت ولا لا. يعني ما نحلوها خشينه، ما نحلوها رقيقه، نديروها عاديه قيس صابلي عادي. هنا بعد ما حليتها
كان صاجي تاعي شويه مكرفص، ثم نحيت هذاك الصاجي وراني نسقم فيها هكا شويه بالحلال باش يجيني السطح تاعها املس. جبت الطابع تاعي اللي رايحه نديرو في شويه تاع الفارينه ونقطع. انا هنا استعملت الفارينه باش العجينه تاعي ما تلصقليش في الطابع، لانه كيما شفتوا راهي بزاف رهيفه. كمل نقطعهم كامل، من بعد نوريكم كيفاش راح نرفدهم. نطلع غير هكا شويه ساشي ونرفدهم. الحجم تاعهم ما راحش يتغير كامل، حتى كي تكونوا تطبعوا يعني ما تزغدوش الطابع تاعكم، كيما تحطوه عاودوا رفدوه باش الحبه تاعكم ما تتغيرش. لقيت بزاف تعليقات انه الصابلي كي يديروه دائما الحبه ما تجي قد حبه، يعني كي يروحوا يلصقوه ما يلقاوش كل حبه لختها. هاد الطريقه رايحه الصابلي تاعكم يبقى على هو، يعني كي تطبعوه ما تزغدوهش. وكي ترفدوا تانيك الحلوه تاعكم رفدوها غير بالعقل بالكيس البلاستيكي هكا، ولا رفدوها بكوبات ولا اون سباتول غير بالعقل. دوكا هنا بقاو لي شوت، حنوري لكم كيفاش نعاودو نجمعوهم، لانه كاين بزاف لي شوت تاعهم يعاودوا يعجنوهم من بعد كي يروحوا يطبعوهم ويطيبوهم يجوا كاع مكمشين، يعني يتقلصوا كاع داخل الفوغ. شوفوا هاد الطريقه انكم تجمعوهم غير شويه بلا ما تعجنوهم، من بعد ديروهم في وسط كيس بلاستيكي وتحلوهم عادي، تعاودوا تسقموا السطح تاعهم وتطبعوهم. رايحه نوري لكم في الاخير انه كامل جو كيف كيف. تطبعوا وتنحوا الطابع بالعقل. كملهم كامل بنفس الطريقه، من بعد نديرهم في صينيه اللي حندخلها للفرن على درجه حراره 160 درجه يطيبوا من التحت، ما نشعلهمش من الفوق ونحيهم. انا هنا كريمه الزبده حبيت نديرها بشويه تاع مكسرات، يعني اختياريه. كيما راكم تشوفوا المكسرات كامل عندي شويه شويه شويه، رايحه نحمصهم في الفرن. هنا عندي 100 غرام تاع مارغرين، ما يعادل 3 ملاعق كبار، مع 3 ملاعق كبار تاع سكر ناعم، ملعقه صغيره تاع لافاني، 3 ملاعق كبار تاع بودره الشونتيي. هنا حنديروا مع بعض كريمه الزبده، نضربوهم كامل بالباتر حتى يتضاعف شويه الحجم تاعهم ويتجانسوا. هاكا كيما راكم تشوفوا حتى يولي اللون تاعهم بيض. من بعد نروح نضيف لهم المكسرات اللي كنت حمصتهم ورحيتهم، نرحيهم هكا خشان كيما راكم تشوفوا. شوفوا معايا، هذه اختياريه لكن حتمد الطعم بزاف شباب للكاطو. استعملت كيما راكم تشوفوا 2 ملاعق كبار مملوئين جيدا هكا باش تجيني كريمه الزبده تاعي شغل موشتي وتجيني فيها شويه القرمشه. هنا بعد ما كملتهم كامل حبيت نوري لكم القوام تاعها كيفاش جا. شوفوا ما شاء الله جات خفيفه. نديروها في اون بوش باش نزينوا بها الكاطو. هنا شوفوا بعد ما طاب لي كامل الكاطو تاعي، شوفوا شحال جا ما شاء الله، جات كل حبه قد اختها. اون بليس ما تكمشوش كامل داخل الفوغ، هكا راني نقرب لكم باش تشوفوا مليح. يعني تبعوا هاد الطريقه اللي مديتها لكم واكيد راح تنجحوا فيها. نروحوا هنا للتزيين، عندي شويه تاع كراميل توفيا اللي راح نديرو في الوسط، درتهم في لي درت كريمه الزبده في لابوش والكراميل في لابوش باش يسهلوا عليا الخدمه. هنا كريمه الزبده كي نقطعها شويه خشينه باش تمد لي طبقه مليحه. اما الكراميل نقطعها رقيقه، يعني حنحشي بها غير في الوسط، يبقى اختياري كل واحد كيفاش يحب يزين. ندير كريمه الزبده توغ وتوغ هكا، ندير الطبقه الاولى وشوفوا نزيد عليها الطبقه الثانيه هكا باش تجيني عاليه. من بعد نروح ندير شويه تاع الكراميل في الوسط. راني نحاول نعطيكم كامل النصائح اللي حتفيدكم.
حبيت نقول لكم لي مازال ما اشتركتش في القناة تاعي تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كامل جديد من الحلويات اللي راني نقدمها. واذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش ديروا جيم وتخلوا لي كومونتير وتابونيو القناة وتبارطاجيو القناة مع الاصدقاء تاعكم هكا باش تعم الفائدة، وكل ما ندير وصفة جديدة رايحة تلحقكم. شوفوا هنا الصابلي تاعي غلقته ونحيت له كامل هذوك لي بوردور اللي كانوا خارجين. ومن جهة أخرى رحت دوبت 400 غرام تاع شوكولاتة بالحليب، بعد ما دابت لي ضفت عليها 4 ملاعق كبار تاع الزيت. كل 100 غرام تاع شوكولا نديروا له ملعقة كبيرة تاع الزيت هكا باش تجينا الشوكولا تاعنا خفيفة وتبريي. وضفت عليهم 4 ملاعق كبار تاع المكسرات اللي كانوا بقاولي. هنايا الكاطو تاعي نسيت نقولكم بعد ما نكملوه كامل ندخلوه للمجمد نخليوه واحد نص ساعه حتى لساعه باش يحكم روحه، لانه رانا في السخانه وكريمه الزبده رايحه تذوب معانا. لكن اذا كنتو فصل الشتاء يعني خليوه غير برا رايحه تحكم روحها كريمه الزبده. هنا بعد ما كملت خليتهم في كونجيلاتور خليتهم واحد ساعه، جبتهم دوكا وجيت نقلاصيهم معاكم. هنا يعني استعملت كلاصاج فيريرو غورمون بزاف بنين سورتو كي يكون بالمكسرات يجي بزاف هايل. شوفوا معايا هنا كيفاش حندير نقلاصي كل حبه من بعد ندنيها باش هكا كي تنشف لي ما نروحش نقيها تكون ديجا راهي منقيه. ندنيها سما تنحلها كامل هذيك الشوكولا اللي كانت من تحت باقيه. شوفوا نزيد الحبه الثانيه بنفس الطريقه نقلاصيها مليح نخبطها هكا باش هذيك الشوكولا تنحى. نعاون روحي بالفرشيطه نحي لها الشوكولا من تحت. من بعد نحطها. انا هنا دايره كيس بلاستيكي لانه لو كان نحطوها في لاغري كي تنشف تلصقنا في لاغري وكي نروحو نرفدو الحبه تاعنا تجي يعني تكسر لنا. ما تنساوش انه الكاطو راهو بزاف رهيف. هنا بعد ما قلاصيتهم كامل وخليتهم نشفوا جيت هنا نزينهم معاكم. هذاك اللي وريته لكم هو الجلوكوز اللي رايحه نلصق به المكسرات تاعي. سينو نتوما تقدروا تنسقوهم قبل ما ينشفوا. انا هنا كان تعرف لي كيفاش نزينهم من بعد قلت سي بون نخليهم ينشفوا ومن بعد نلصقهم بالجلوكوز. كيما شفتوا معايا انا هنا عندي هذاك الورد اللي يجي صغير، عندي شويه تاع الجوز، عندي شويه تاع البندق، وعندي لافيدور. نحكم كل حاجه من هاد الحفايس اللي عندي نحكم زعما هذيك الورده نديرها شويه تاع الجلوكوز. انا حسبت لي كان يبان لكم كي كنت ندير في الجلوكوز فينالمون ما كانش يبان. نحكمو غير شويه تاع الجلوكوز هكا بملعقه صغيره نديروه في اللوز ولا في اي مكسرات عندي ولا في الورد ونحطوه من الفوق يعني يولي كي اللصقه هكا كيما راكو تشوفوا. نتوما استعملوا اي تزيين حبيتوه تقدروا تخلوها كيما راهي هكا الكاطو تاعكم وديروا له يعني غير لافايدور يولي لكم صابلي فيريرو ولا زينوه اي تزيين حبيتو. انا هنا بعد ما نشفوا لي اللي حطيتهم فوق لاكري شوفوا الحبه كيفاش جات ما شاء الله. رايحه نزيد لها لافايدور اللي راح تزيد فيها النص ونكملهم كامل بنفس الطريقه. شوفوا هنا بعد ما كملتهم جو ما شاء الله درتهم في الكيسات جا التزيين تاعهم بزاف عصري وبزاف شباب. نتمنى انه يكون نال اعجابكم ونتمنى انه هاد الوصفه تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم عبر الحساب تاعي تاع الانستغرام ولا عبر الجروب تاع الفيسبوك اللي راح نخلي لكم الروابط تاعهم في صندوق الوصف. كيما راح نخلي لكم الوصفه ايضا مكتوبه في صندوق الوصف. نتمنى انه الوصفات تاعي يكونوا نايلين اعجابكم. واذا عندكم اي وصفه حبيتوا نشاركها معاكم ما تنساوش تخلوا لي كومونتير وتكتبوها لي ورايحه ان شاء الله نلبي لكم كامل الرغبات تاعكم. انا هنا رايحه نقسمها باش تشوفوا القوام تاعها وتشوفوا شحال جات طريه ما شاء الله. شوفوا هذاك الموس كيفاش يدخل فيها ديريكت يعني جات ما شاء الله. نوريها لكم ايضا من الداخل. كريمه الزبده جات باينه، الكراميل جات باينه.
نقربها لكم هكا، ودوكا راح نقسمها لكم باليد باش تشوفوا كيفاش جات ملاح. ما بقى لي غير نقولكم دمتم أوفياء ومع السلامة.